أهلا بكم يا شباب في حلقة جديدة من سلسلة الأساطير. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة علشان يوصل لكم كل جديد، ويلا بينا نبدأ. في البداية كده حابب أقول لكم يا أصدقائي إن كريستيانو رونالدو التكامل اللي وصل له في الكورة عشان يكون لاعب قوي وسريع ومهاري والكلام ده كله وصل له بعد شغل وتعب وتدريب كتير. تخيل بقى عزيزي المشاهد إن في لاعب كان موهوب بالفطرة إنه يكون لاعب متكامل. هنتكلم النهارده عن أسطورة في كرة القدم انتهت قبل ما تبدأ. اتولد أدريانو في 17 فبراير 1982 في ريو دي جانيرو، وبدأ مسيرته مع ناشئين نادي فلامينجو في 97 علشان يتألق ويروح يلعب كأس العالم للشباب مع المنتخب في 99، علشان في الموسم اللي بعده بيتصعد للفريق الأول لفلامينجو علشان يبدأ مسيرته الاحترافية. علشان في موسم 2000-2001 بيلعب مع فلامينجو 46 مباراة وبيسجل فيهم 44 هدف، علشان وقتها سقف التوقعات يرتفع للسماء والناس تقول إنه هيتفوق على أساطير كتير زي بيليه ورونالدو. لكن مع نهاية الموسم بيجيله عرض من نادي انتر ميلان، لكنه في الموسم ده مش بيشارك كتير مع الانتر وبيخرج إعارة لفرونتينا في نص الموسم. ومع نهاية الموسم بينتقل أدريانو لنادي بارما وبيلعب معاهم لمدة موسمين وبيتألق فيهم جدا، وفي خلالهم بيفوز بالكوبا أمريكا مع المنتخب وبيكون عامل معاهم أداء خيالي، علشان مع بداية موسم 2004-2005 بيرجع تاني لنادي الانتر. لكن مع نهاية عام 2004 بيتوفى والد أدريانو بسبب أزمة قلبية، وده أثر على نفسية أدريانو جدا، وبسبب ده أدمن شرب الخمور، وكانت سبب في زيادة وزنه بشكل ملحوظ ومستواه بيتدهور جدا لحد ما بيخرج إعارة في 2008 لنادي ساو باولو. وفي الموسم اللي بعده بينتقل لنادي فلامينجو، بيلعب معاهم موسم وبيفوز معاهم بلقب الدوري. وفي موسم 2010-2011 بينتقل لنادي روما علشان تبدأ المرحلة السيئة في مسيرته، وبتلحقه الإصابات ومش بيشارك مع الفريق غير في 5 مباريات بس، وبعدها بيقعد يتنقل بين الأندية زي كورين ساينز وفلامينجو وأتلتيكو بارانينسي وميامي يونايتد. لكن جميع الأندية دي بيفسخوا تعاقدهم معاه بسبب عدم التزامه. علشان تنتهي مسيرته في 2016 بيقرر الاعتزال علشان تنتهي مسيرة لاعب كان من المفترض إنه يكون من أفضل اللعيبة في تاريخ الكورة. لكن تخيل عزيزي المشاهد لو كان أدريانو بعقلية كريستيانو رونالدو، كان ممكن يكون إيه اللي حصل؟